ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني قوي. جبت شوية منتجات من دكتور راشل وحابة اكلمكم عنها. في حاجات استخدمتها وفي حاجات ما استخدمتهاش، فهجمع الريفيو بتاعي كله وهطلع اكلمكم عنه ان شاء الله. اول منتج جبته هو سيروم للوجه. السيروم ده يا بنات المفروض زي ما انتوا شايفين كده فيه حبيبات ملونة. الحبيبات دي هي منظر يعني او شكل بس مش اكتر. المفروض السيروم ده بماء الذهب والكافيار، مكتوب عليه ان هو بيقاوم التجاعيد بتاعة البشرة وكمان بيجدد البشرة وبيعمل لها فيرمينج للبشرة. السيروم التاني وهو سيروم لمنطقة حوالين العين، ده مكتوب ان هو بالذهب عيار 24. السيروم ده يا بنات المفروض ان هو ضد التجاعيد بتاعة اللي هي الخطوط اللي عند العين، وكمان ضد الدارك سيركلز اللي هي الهالات السوداء، وكمان ضد اللي هو العيون المبطنة. في ناس عيونها مبطنة او في بنات بتكون عيونهم مبطنة، فالسيروم ده المفروض ان هو بيعمل اشراقة لمنطقة حوالين العين وكمان مضاد للتجاعيد حوالين العين. هو السيروم برضو فيه حبيبات زي ما انتوا شايفين زي الذهب كده شوية، او مش حبيبات، زي قطع الذهب الصغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وهو قوامه متوسط يعني مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. الحاجة اللي بعد كده او المنتج اللي بعد كده وهو الباتشات بتاعة العين، دي اول منتج انا جربته في دكتور راشل. ده عبارة عن اي ماسك لمنطقة حوالين العين، ده برضو بذهب عيار 24 ومكتوب عليه ان هو بالكولاجين زي ما انتوا شايفين. الحلو فيه ان هو كميته كبيرة قوي، بيقعد معاكي فترة كبيرة، وكمان معاه معلقة صغيرة عشان خاطر ما تلوثيش الماسكات كلها. بتقدري ان انتي بالمعلقة تطلعي واحدة على قد الحاجة اللي هتستخدميها وبتقفلي تاني وخلاص على كده. عيب الوحيد في المنتج ده او في الماسكات دي ان هو السيرم بتاعه حبة صغيرين، ودي حاجة مش كويسة، يعني مش بيكفي الكمية الكبيرة بتاعة الباتشات. فده ملحوظة على الماسك ده او على الاي ماسك ده ان هو السيرم بتاعه قليل، المفروض ان هم يزودوا، بس كترتيب كويس اوي. المنتج اللي بعد كده وهو 2 في 1. اول حاجة سكراب للبشرة، سكراب للشفايف. المنتج ده للشفايف يا بنات. اول هو ناحيتين، ناحية سكراب للشفايف والناحية التانية ليب بالم، وبيجي معاه سباتيول صغير كده، بتقدري ان انتي برضو نفس الفكرة تشيلي بيها المنتج بتاعك وتحطيه على بشرتك او تحطيه على شفايفك عشان ما تلوثيش المنتج كله. بتعملي سكراب للشفايف الاول وبعد كده بتغسليه وبتبتدي بعد كده تحطي الليب بالم بتاعك. ده استخدمته برضو يعتبر لحد ما كويس، يمكن عشان استخدمت منتجات احسن منه شوية فانطباعي عنه يعتبر مثلا 70%. اخر منتج معايا وهو علبة الشيت ماسك بتاع دكتور راشل، والعلبة دي بيجي فيها 5 شيت ماسك، 5 شيت ماسك. المفروض ان الماسك ده بالكولاجين بيعمل الاستيليسيتي للبشرة وكمان بيعمل فيرمينج للبشرة، بيدي مرونة للبشرة وبيدي كمان بيعمل يا بنات زي ما قلت لكم مرونة للبشرة، وبيعمل كمان ثبات للبشرة، وبيدي كمان امتلاء لان مكتوب عليه فيرمينج يعني بيدي امتلاء للبشرة. فانا بصراحة المنتج ده لسه ما استخدمتوش، فبرضه هجرب كل المنتجات بتاعت دكتور راشل وهقول لكم ريفيو كامل عنها. وعايزاكم برضو في التعليقات تشاركوني لو استخدمتوا اي منتج من دكتور راشل، تقولوا لي ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكوش. خلينا نشارك تجربتنا كلنا مع بعض. وبس كده يا بنات، اشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامة حبايبي.